السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانويه عامه 2026 عوده بعد حاله امتحانات دامت لي 3 اسابيع تقريبا، 4 اسابيع. 4 اسابيع ان شاء الله. هنصور في الاجازه دي مثلا بتاع 30 فيديو شورتس لرمضان ان شاء الله، يبقوا حلوين. او 15، يا 30 يا 15 على حسب عدد الفيديوهات اللي ممكن نطلعها لرمضان. هي هتبقى شوية فوائد صحية مثلا، أو شوية معلومات طبية لها علاقة بالصيام والحاجات من دي. ايه الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة؟ هنتكلم عن محبوبة الجماهير، معشوقة الناس كلها، اللي يا بتحبها يا بتكرهها، مفيش وسط. الفيزياء. اقول لك اول حاجة، الفيزياء انت لازم تكون قابل المادة ذات نفسها، انت حابب تحلها، انت حابب تسمعها، مش مجبور ان انت تذاكرها. ماشي، هي الفيزياء كده. لو انت عقدت دماغك مع الفيزياء بالذات وهي والعضوية، والله ما هتحل حاجة. الفيزياء وعضوية لو عقدت دماغك معاهم مش هتحل حاجة. فاما تيجي تحل فيزياء او تحل كيمياء عضوية، خليهم بداية يومك علشان تكون في كامل تركيزك وكل حاجة. ما تجيش تختم لي اليوم بفيزياء، ما تجيش تختم لي اليوم بكيمياء عضوية. تسمع ماشي، تحل لا، عشان لو جيت تحل وانت في اخر يومك هتغلط كتير وهتتضايق كتير، هتحس نفسك ان انت ما عملتش اي حاجه. هتقول لي انا بحل في اول اليوم وبعمل كل حاجه وبغلط. امم ماشي. بص، هو اللي بيحط لك سؤال الفيزياء بيبقى مديك معطيات في السؤال. فبالله عليك ما تيجي تحل فيزياء بالذات، شوف المعطيات هتديك ايه قبل ما تشوف السؤال عايز منك ايه. المعطى شوفوا هيديك ايه قبل ما تشوف السؤال عايز ايه. تاني مرة بقولها لك اهو، هقولها لك كمان مرة. شوف المعطيات هتديك ايه قبل ما تشوف السؤال عايز ايه. ما تجيش تقرا السؤال وتشوف ما تجيش تقرا السؤال وعايز ايه، هتلبك دماغك هتكلبش. انت عايز تجيب دي وانت معاك معطيات قد كده، ممكن تجيب منها حاجات هتخليك تجيب دي. فانت رايح تجيب الحاجة يعني رايح تجيب الخطوة الأخيرة. في حضرتك 3 4 خطوات المفروض تعملهم قبلها. اللي انت تشوف المعطيات هي هتساعدك في ايه اصلا، ما انت بتروحش تشوف السؤال ذات نفسه. مثلا نجيب كده اهو كتاب فيزياء. ده مراجعة كانت مراجعة عامة. كان 1000 سؤال بتاع عبد معبود تقريبا بتاع السنة اللي فاتت. اهو يا عم، مثلا نجيب اي سؤال اهو. مثلا سؤال بيقول لك ايه، دور اول 2022. بيقول لك اذا كانت قراءة الفولتميتر المفتاح كي مفتوح هي 18، وعند غلقها كانت قراءة الفولتميتر 15، فإن المقاومة الداخلية للبطارية تساوي. هروح أنا أدور على المقاومة الداخلية للبطارية؟ طب ما تشوف أنت هتستفاد إيه من ال 18 وال 15. أنا استفدت إيه من ال 15؟ عرفت إن الفي بي كلها 18. استفدت إيه من ال 15؟ إن بعد ما إن في الفي الخارجية مش الفي بي 15، يعني معايا فقد إن المقاومة الداخلية خدت 3 فولت. كده انا هعرف اجيب المقاومه الداخليه، هعرف اجيب المقاومه الخارجيه، عشان انا شفت المعطيات عايزه هتديني ايه. ما اروحش اشوف السؤال. مثلا سؤال تاني، في الدايه كهرباء موضحه بالشكل، كانت قراءه الفولتميتر والمفتاح مفتوح 14 فولت، وعند غلق المفتاح كي اصبحت قراءته 8، فتكون قيمه المقاومه الداخليه. هروح العب على 8. طب ما تشوف ال 14 هتديك ايه عشان تعرف تجيب وتشوف ال 8 عشان تعرف تجيب اللي هو عايزه. ما تدخلش على السؤال على الحاجه النهائيه. خد الفيزياء واحده واحده، شوف المعطيات هتديك ايه. وفي اسئله اللي هي مثلا تزداد، تقل، تظل ثابته والكلام من ده. والاسئله اللي هي مثلا فيها رموز، الاسئله اللي فيها رموز اللي هو حاططها لك. افرض اتنين، يعني مثلا هو مديك في بي ومديك ار ومديك اي. افرض الفي بي وافرض الار، وانت هات الاي من الحاجات اللي انت فارضها. لو انت بتحبش تحل بالرموز، وكان في فيديو انا كنت حالل بيه بالطريقه اللي هي تفرض ارقام، هسيبه لك. هو على القناه التانية كان في واحد عايز حل الحاجات دي بقى، عملته له. هو مفيش حد اتفرج عليه، كان هم 7 بس ومحدش كمله لاخر. الفيديو جايب 3 ساعات مشاهده. هو اصلا كان الفيديو جايب ايه ساعتين، هو اصلا كان معرفش 50 دقيقه او 40 دقيقه. فالمهم يعني ان انت لو انت بتعرفش تعوض بارقام في مجاهيل، الفيديو ده انا عوضت لك فيه بارقام. اقول لك ازاي تعوض ارقام في الفيزياء.
انت مش عارف تعوض بمجاهيل، انت ما بتحبش الرياضه، فانت مش هتجبر نفسك على رياضه ليه وانت ما بتحبهاش. عوض بارقام عشان تعرف تحل. بس برضه حوار اللي هو انت، هنبعد شويه عن الفيزياء عشان الفيزياء ما فيهاش الاستبعاد والحاجات دي. الفيزياء تفسير، يعني الفيزياء لا ينطبق معها الاستبعاد، على عكس الكيمياء. الكيمياء لازم، انا بتكلم عن قراءات الكيمياء الكهربائيه، عشان الكيمياء قصدي اللي بتكلم على الفيزياء الكهربائيه. الفيزياء الحديثه فيها نوعين، نوع اللي هو الاسئله اللي انت لازم تفسر فيه وانت تحل فيه وهتلاقي الناتج، والنوع التاني اللي هو كاسئله نظريه. الاسئله النظريه دي بحب تستخدم فيها نظريه الاستبعاد. انت مثلا جيت على السؤال الاول، قال لك مثلا يقل قراءة الفولتميتر، ده غلط علشان المفروض ده يزداد عشان كده. انت كتبت له التفسير، عرفت ان ده غلط عشان كذا، يبقى انت استبعدت نتيجة التفسير. ما تروحش تختار الاختيار من غير ما انت مستبعد الثلاثة التانيين. طب الثلاثة التانيين غلط ليه؟ والكلام ده برضه في الكيمياء. انت تشوف انت بس تيجي تحل في الذات العضوية، مثلا كذا 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 كذا، دي غلط عشان تبقى المفروض كذا، دي غلط عشان تبقى كذا، دي غلط عشان تبقى كذا، دي صح تمام. التفاعل ده صح، الاستبعاد صح. ممكن يا عم في اخر السنه تستبعد اتنين، انت محتار بين اتنين، انت يا عم ما كنتش مذاكر الحته دي كويس، ممكن تختار منهم واحده صح، نتيجه اللي انت استبعدت اتنين غلط. تمام. فانت برضه لازم تدخل حوار الاستبعاد معاك في الذات في الفيزياء الحديثه والكيمياء كلها. اللي انا باكد لك عليه تاني، المعطيات في الفيزياء، المعطيات في الفيزياء هي اللي هتجيب لك حل السؤال. مالكش دعوه باللي هو عايزه، انت شوف المعطيات هتديك ايه. هو دي اللي انا كنت عايز اقوله لك، عشان في ناس كتير يعني داخله تشتكي من الفيزياء بالذات. والله يا جدعان الفيزياء يعني يا جدعان الفيزياء حلوه. الفيزياء يعني والله كنت بقول لواحد صاحبي الفيزياء اسهل من الفرنساوي، وهو ما كانش مقتنع بكده، بس يا والله الفيزياء كانت اسهل من الفرنساوي. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.